سلام سلام حبيبات قلبي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة، وانتم تشوفوا معايا في هاد الفيديو جديدة. اليوم رايحين نحضروا تحلية اللي جامي عندي رمضان بلا بيها. هادو لي طاغط نتاع السيترون يجيو بزاف بنان وبزاف هايلين وكامل نعشقوهم. وبما انه السعر تاعهم راهو مرتفع يعني في الاسواق، ماذا بينا نحضروهم في الدار هكا نكونوا على بالنا بالحاجة اللي قاعدين ناكلوا فيها وش فيها يعني، وما رايحينش يكلفونا بزاف بما انه سعر الليمون راهو منخفض بزاف. نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. انا جبت ملعقتين من الزبدة، ملعقتين من الزبدة نحطوهم يكونوا مقبين شوية معمرين، نحطوهم في ديان ولا في باسينة كما تقولوا، ونبداو نزيدو عليهم المكونات الاخرى. زدت لهم الكل ملعقتين من الزبدة، نزيدو لهم ملعقتين من السكر الأحرش، السكر العادي يعني مش سكر أرطب. وهذا السكر الأحرش هو اللي يعطيها السر تاع القرمشة. من بعد نزيدو نحطو قرصة نتاع الملح مع مغرفة كبيرة نتاع لافاني. واش رايحين نزيدو نديرو؟ رايحين نخدمو هاد المكونات بيدينا. اللي تحب تخدم بالباتور تخدم، اللي تحب تخدم بالفوي تخدم، كل وحده راهي حره كيفاش تخدم. انا حبيت نخدم بيديا. نخلطو مليح هذيك الزبده والسكر والملح مع لافاني حتى تحسوا باللي هذاك السكر نساجم. يعني هنا في هذه المرحله ما نقدروش نقولوا على السكر باللي داب، حتى نزيدوا له الزيت والبيض. رايحين نزيدوا ملعقتين من الزيت كما راكم تشوفوا فيا ندير، ونزيدوا لهم بيضه كامله وصفار بيضة. هاي نوري لكم لهنا واش رايحين نديرو. رايحين نزيدو ملعقه كبيره من لو زيست تاع السيترون وتاع لورانج. انا درتهم خدمتهم قبل في التحضيرات تاع رمضان وخبيتهم في الثلاجه، كي جيت نخدم جبت منها مغرفه تكون مليحه يعني معمره هكا باش تعطينا ذوق بنين وذوق هايل. نخدمو مليح هاد المكونات حتى نحسو بلي السكر تاعنا بدات تروح الحبيبات هذوك يعني بدا يذوب. واش رايحين نديرو؟ رايح نضيفو زوج مغارف نتاع الفارينه، ونزيدو معاهم على راس الملعقه تاع القهوه خميره تاع الكاطو. الخميره على قد ما تكثروا على قد ما يفسد لكم الشكل نتاع لي طاغط نتاعكم. شوفوا الكميه اللي راح نحطها، حاجه قليله يعني كي تكيليها بالمغرف نتاع القهوه جوست على راس المغرف قهوه. نبداو نخلطوا في هاد المكونات ونزيدوا في الفارينه، نخلطوا ونزيدوا الفارينه ونحاولوا ما نعجنوش غير نلموا بصبعنا ونحكوا هذاك السكر باش يذوب. ونزيدوا الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه ماهيش طريه بزاف تفسد لنا الشكل وماهيش يابسه بزاف. من بعد يجيونا لي طاغط نتاعنا راهم يابسين يعني كما راكم تشوفوا فيا. حطوا غير بالمغرفه نتاع الفارينه حتى تحصلوا على هاد القوام نتاع العجينه اللي يكون متماسك ما هو يابس ما هو جاري، يعني حاكمه روحها العجينه، ما تكونش بزاف جاريه وما تكونش يعني طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. لهنا واش رايحين نديروا؟ نغطيوها بكيس بلاستيكي ونخدموا بها مباشرة. نبداو نشكلوا في لي طاغط نتاعنا كما راكم تشوفوا. لي مول راني وجدتهم كل وحده والشكل اللي تحبوا. انا عندي هادو من قبل راني نخدم بهم ونستحفظ بهم يعني جامي صدولي ولا فسدولي. هاد النوعيه مليحه. نجيبوا كميه مليحه من العجينه ونبداو نبسطوا فيها كما راهي توري لكم الصور. يعني الصوره يتعبر خير من ما تسمعوني. يعني انا نحاولوا نحيو الزوائد على الحواف ونزيدوا نردوهم للسطح ولا للقاعده نتاع المول. شوفوا على قد ما تكون القاعده تعمروها مليح وتحطوا لها كميه مليحه من العجينه، على قد من بعد ما الحبات تاعكم ما يفسدوا لكمش وما يتكسروا لكمش. على قد ما ترقي القاعده نتاع المول تاعك لهنا رايحه تخافي منها من بعد كي تهبطيها تتكسر لك، ومن بعد ما تحطي لها الكريمه رايحه تتكسر لك. بالمستحسن يعني تركزوا بزاف على انكم يعني تغلظوا السطح ولا القاعده نتاع لي طاغط. من بعد ما كملتها واش رايحه ندير؟ رايحه نثقبها بالكوردون. راح نثقبها ثقوب كبيره ونحطوهم نوجدوهم في البلاطو ونحطوهم في الثلاجه مده 10 دقائق. ومن بعد نحطوهم في الفور المسخن مسبقا على 180 درجه. نبقطوا لهم من تحت كي نشوفوا الحواف بداو يحمروا نزيدوا نشعلوا عليهم من الفوق وشوفوا النتيجه. لهنا شوفوا زي ما جاوني يعني باللون الذهبي، جاو بزاف هايلين في الشكل نتاعهم وما يتكسروش لاني خدمت القاعده تاعي شويه سميكه باش ما تكسرليش الحبه وما يضيعوليش الحبات كيما راكم تشوفوا فيا ندير. لهنا بعد ما كملت الطياب تاعهم ديموليتهم كامل، يعني كي تهبطيها جوست ما تقلبيها تلقايها هبطت لانه فيها الزبده وفيها الزيت العجينه نتاعنا.
ولهنا واش رايحين نديرو، رايحين نحضرو الكريمه. الكريمه لهنا عندي كريمه جد اقتصاديه بدون بيض. عندنا كيلة نتاع عصير الليمون، وعندنا كيلة يعني نفس الكيلة تاع السكر العادي، وعندنا نفس الكيلة نتاع الماء. لكن درتي كميه كبيره خدمي بالبول، كل واحد كيفاه يخدم. حطيت مغرف كبيره نتاع لافاني، انا درت كميه قليله. نتوما شوفوا كيفاش ديروا. زدت لها ملعقتين نشا، حطيت لها 2 مغارف تاع نشا، وبديت نخدم فيها بارد في بارد. نخدموها بارد في بارد هكا باه ما تبقاش الحبيبات هذوك، ومن بعد ما تفسدناش الكريمه نتاعنا. ومن بعد نديوها فوق النار على نار قليله مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على كريمه يكون القوام تاعها شويه ليس، ما تكونش شاده روحها بزاف كيما الفلون. ونخلطوها شويه، نحطو معاها ملعقه من الزبده ونحركوها مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام تجي سايله. نحطوها تبرد، لكن عاد الحال بارد، ولا ما كانش حطوها في الثلاجه مده 10 دقائق ل 20 دقيقه. ومن بعد نهبطوها في ليان ولا في صحن نخليوها. ومن بعد نزيدو لها 2 مغارف نتاع الشونتيي. هاد الشونتيي رايحه تعطيها ذوق رائع. كما راكم تشوفوا فيا راني نحط فيها، حطيت 2 ملاعق مقبين معمرين مليح، نطلعهم مليح بالباتور كما راكم تشوفوا فيا درت، طلعتهم مليح حتى نتحصل على كريمه متماسكه وحاكمه روحها وما تسيلش. لهنا هاد الكريمه واش ديروا لها، غطيوها وحطوها في الثلاجه لمده نص ساعه، مده نص ساعه حتى تحكم روحها. ومن بعد حطوها في البوش ونبداو نخدموا بها، رايحين نزينوا بها لي طاغ تاعنا ونعمروهم بها كما راكم تشوفوا فيا ندير. على قد ما تريح الكريمه تاعكم على قد ما تكون النتيجه رائعه، والشكل تاع لي طاغ نتاعكم يجيكم كيما تحبوا وكيما تشتيو. لهنا انا خدمت بها بعد ما حطيتها ربع ساعه فقط في الثلاجه. شوفوا زي ما جات النتيجه. مام خدمتو بها بسرعه يعني جوست ما بردت عمرتو بها لي طوغ تاعكم. واش رايحين نديرو، راح تحطوهم مباشره في الثلاجه تخليهم يقعدوا، ومن بعد رايحين نزينوهم. نزينتهم ببشور الليمون. انا حبيت حاجه سامبل يعني حاجه صنع منزلي نخدموها بدون تكاليف، يعني راح تكون اقتصاديه به لكامل افراد العائله. كما رايتوا لكم الصور، شوفوا زي ما زينتها. زدت لها دي طرونش تاع القارص، وزدت لها وريقات نتاع النعناع. هاد لي طاق نتمنى تجربوهم، ونتمنى من كل وحده وصلت معايا لهاد المرحله في لا فيديو نقول لك ما تنسايش ديري لي جيم، وما تبخليش عليا سورتو بالجيم هكا باش يطلع الفيديو هكا باش تشجعوني باه نقدم لكم وصفات اكثر. وشوفوا معايا لهنا رايحه نقسم الحبه نتاع لي طاق تبقى تتقرمش وجاو طريين وهشاش وخفاف. والكريمه هذه صدقوني جربوها وتقدروا ما تخدموا بها بزاف وصفات تجي بزاف هايله. شوفوا زي ما تجي هايله. نتمنى تعجبكم الوصفه، ونتمنى تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الصفحه. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا على خير. السلام عليكم.